من حوالي 2 مليار سنة كده ظهرت خلية في برك في قاع المحيطات، وبدأت الخلية دي على مدار ملايين السنين تتطور لحد ما وصلت لشكل الحياة اللي احنا شايفينه النهاردة. ده كلام داروين ومفهومه عن نظرية التطور اللي نشره في كتابه أصل الأنواع. طالما جبنا سيرة النظرية فلازم نفرق بين النظرية والحقيقة العلمية. النظرية معناها تفسير مقبول لظاهرة طبيعية بتحصل مدعوم ببعض الأدلة، يعني شخص ما لقى حاجة بتحصل أو حصلت فحاول يثبتها فبنى نظرية عليها، والنظرية دي لازم يكون ليها تفسير مقبول. يعني ما ينفعش أي حد يقول أي كلام ويقولك أنا عملت نظرية، لا، لازم يكون في أدلة ممكن نستند عليها. النظرية دي مش بالضروري تكون صحيحة لأنه لازم يثبتها، لو أثبتها بالتجارب فهنا تتحول من كونها نظرية لحقيقة علمية. إنما الحياة العلمية دي وصف دقيق لظاهرة طبيعية بتحصل استنادا للتجارب والملاحظة المباشرة. يعني لازم تثبتها في المعمل وتشوفها بعينك عشان تتأكد إن دي 100% حقيقة علمية. يعني الخلاصة كده إن النظرية بتستند لأدلة مش قوية، إنما الحياة العلمية بتستند لأدلة قوية، فنقدر نقول إن الحياة العلمية صحيحة بنسبة 100%، إنما النظرية مش كده. نرجع لداروين اللي بيقول إن التطور ده بيحصل في ملايين السنين، عشان كده إحنا مش هنقدر نلاحظ التطور ده. وبكده نظرية داروين أو نظرية التطور هتفضل مجرد نظرية مش هنقدر نثبت صحتها أو خطأها. زي ما قلنا إن داروين ادعى إن الحياة بدأت بخلية واحدة في قاع المحيطات في مكان مليان مواد عضوية، والخلية دي بقدرة قادر كده كونت الدي ان ايه اللي هو المسؤول الأساسي عن انقسام الخلايا دي، والخلية بدأت تنقسم وتتطور في ملايين السنين لحد ما وصلت لشكل الحياة اللي احنا شايفينه النهاردة. وده بيحصل عن طريق حاجة اسمها natural selection، ودي ببساطة معناها كده إن الكائنات اللي حصل فيها طفرات خلتها بصفات أقوى وأحسن دي كملت وعاشت وورثت الصفات دي للأجيال اللي بعد كده. انما الكائنات اللي كانت بصفات ضعيفة فكانت بتموت وما تورثش الصفات دي للاجيال اللي بعديها. دي كده النظرية باختصار شديد. دلوقتي لازم نخرطق النظرية دي ونفرتك اللي جابوها ونقول ايه هي عيوب التطور او ايه هي الحاجات اللي تخلي نظرية التطور دي قد تبدو انها مستحيل. عشان نكون بروتين زي الكولاجين فاحنا محتاجين 19 امينو اسيد او حمض اميني، واختلاف اي حمض اميني من الاحماض دي في الترتيب او في الشكل فبيخلي البروتين اللي بيظهر عنه بروتين تاني خالص وملهوش أي لازمة. لو افترضنا إن الكولاجين ده اتكون في مكان فيه 1000 حمض أميني بس، فاحتمال إن هو ينتج الكولاجين ده تحديدا هو 1/10⁻527، والرقم ده قليل جدا لدرجة إنه لو 1/10 أس 0 فالرقم ده عمليا بيعتبر صفر. علماء الرياضيات بيقولوا إن إحنا لو جبنا ملايين الكواكب اللي شبه كوكب الأرض دي ومليناها بأحماض أمينية واستنينا ملايين السنين مش هيتكون بروتين واحد واحد، ربنا ما بالك وإحنا لسه بنتكلم في بروتين واحد مش آلاف البروتينات اللي موجودة في جسمك. إنما نظرية التطور برضو إن هي بتقول إن إحنا لو كلنا أصلنا واحد، ليه الأنواع دي كلها ما دخلتش في بعض وشوفنا أشكال مختلفة انتقالية زي نص قرد ونص إنسان، أو شجرة مثلا بتتحرك، يعني اصلا كلها خلية واحدة انقسمت لنبات وحيوان وكل اشكال الحياة دي، ليه ما نشوفش حاجات داخلة في بعضها شبه كده؟ لكن كل الكائنات دي فيه فواصل واضحة بينها وبين كل الانواع القريبة منها، ليه ما فيش حلقات بقى في النص كده توضح مثلا ان النوع ده ممكن يكون دخل في النوع ده؟ ما فيش كائن نصه كائن ونصه كائن تاني، لا، في فواصل محددة بين الكائنات وبعضها، ودي اللي داروين سماها الحلقة المفقودة. طب ما هو يا أستاذ داروين لو كلامك أنت صح كده، فين الحلقة المفقودة دي؟ حتى المفروض إن هي أصلا الكلام ده حصل بشكل كبير، يعني هو مش واحد بس اللي تطور وبقى النوع التاني، لا، ده ملايين الكائنات اللي اتطورت، فاحنا المفروض نلاقي ملايين الأحفوريات أو حتى نشوف كائنات في يومنا النهارده، يعني هي يعني تكون هي الحلقة الواصلة بين الكائنات وبعضها، لكن الكلام ده مش موجود. زي ما قلنا ان في فواصل بين الكائنات وبعضها. من عيوب نظرية التطور برضو انه لو كل الكائنات دي بتتطور، ليه في كائنات فضلت بشكلها البدائي ما اتطورتش زي بعض انواع السحالي والسمك البدائي وحتى بعض الحشرات؟ القرود نفسها ليه ما اتطورتش؟ يعني ليه فضلت قرود زي ما هي؟ ليه في مجموعة منهم فضلوا قرود زي ما هما والمجموعة التانية اتطورت ليه اللي بعد كده، اللي هو المفروض ان هو احنا على حسب كلامهم يعني؟ برضه يا استاذ داروين وانت بتحاول تثبت لنا نظريه التطور، عايزك تفسر لنا ازاي عضو محدد زي العين مثلا اتطور، لان العين دي ما ينفعش مثلا تبقى نص عين وتشوف، لان حسب نظريه التطور مفيش حاجه اتطورت مره واحده، كل حاجه بتاخد ملايين السنين. ايه اللي يخلي جسم كائن معين يطور عين عشان يستخدمها بعد ملايين السنين؟ يطور جزء هو مش اصلا مش هيستخدمه دلوقتي، لكن بعد ان شاء الله 2 3 مليون سنه كده هيتكون ويبقى عين وهنشوفه. ازاي ده حصل؟ الكلام ده بيفكرني بواحد عنده حسنة فوق عينه هنا كده، فراح بص في المراية وقال يا رب، هي دي عين ولا غين؟ مش عارف يعني.
مش عارف ايه علاقة النكتة بالموضوع، بس دي القناة بتاعتي فأنا حبيت أقولها. ومحتاجين برضه تفسير لإزاي خلايا بتنقسم وتتكاثر إن هي تكون ذكر وأنثى كده في جميع أنواع الكائنات. يعني ليه خلايا بتنقسم وبتتكاثر تقرر مرة واحدة كده إن هي لا إحنا عايزين نوعين مننا، إحنا عايزين كده ننفصل ونبقى ذكر وأنثى في كل أنواع الكائنات اللي إحنا هنتطور فيها. ايه اللي يخلي الخلايا لا تنقسم تعمل كده؟ ده غير طبعا لان الانتقاء الطبيعي ده مش بيفسر الشكل الجمالي اللي الكائنات موجوده عليه دلوقتي. الانتقاء الطبيعي بيتم على حسب الوظيفه، وهل دي هتساعدك ان انت تكمل حياتك ولا لا. فاحنا كده مش محتاجين الكائنات تكون بالجمال والاتقان ده، وده اللي احنا مش بنشوف ان هو موجود، لان احنا شايفين ان الكائنات مخلوقه بشكل جميل ومتقن جدا. متنساش تعمل لايك سبسكرايب. لو عندك اي تساؤلات اي افكار حابب نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات. سلام.